بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم إن شاء الله غادي نديرو وصفة تاع الكريوش بطريقة بدون آلة التوريق، ولكن غادي تخرج النتيجة إن شاء الله غادي تخرج كما غادي تشوفوها. لهاد الوصفة ديجا رانا دايرينها مع بعض، ولكن حبيت باش نعاودها لكم وغادي تكون شوية مختلفة. عندي هنا حوالي 500 غرام تاع فرينة راني مغربلتها. عندي حوالي 125 غرام تاع زبده هنا تكون غامولي، يعني بدرجه حراره المطبخ. يعني دابيتيد نديروها دايبه، ولكن هذه المره درتها بدرجه حراره المطبخ. عندي مغرف كبيره تاع سكر رطب، عندي قرصه تاع ملح، وعندي باكي تاع خماره تاع الحلويات كما قلت لكم انا ما نديرش الخماره تاع الخبز، وعندي حبه بيض والماء الزهر باش نلمو هاد العجينه. اول حاجه غادي نديرو هذيك الزبده في الفرينه تاعنا، وغادي نبسوها مليح، يعني ندخلو هذيك الزبده مليح في ديك الفرينه بهذه الطريقه كما هاك. كما قلت لكم هذه العجينه غادي تجي ما شاء الله. وغادي نديرو حوالي 3 انواع او 4 انواع تاع قريوش بهاد العجينه. كما قلت لكم ندخلو مليح هاد الزبدة في العجينة مليح، في الفرينة عفوا، يعني كما تبسيها عادي. ها بهذا الشكل شوفوا كيفاش تغير اللون تاعها. الان غادي نضيفوا كامل المقادير. غادي نضيفوا مغرف كبيره تاع سكر رطب، بلا ما نساو مغرف كذلك كبيره تاع الخل، قرصه تاع ملح، والخماره باكيه تاع 10 غرام 10 غرام. ها هي لا مغرف كما قلت لكم تاع الخل بلا ما ننساوها، وحبه تاع بيض، يعني لازم تضربيها مليح باش تدخل كامل هذيك البيضه في الفرينه تاعنا بهذه الطريقه، وتضيفيها وتبداي تعجني في العجينه تاعك بالماء الزهر. وهنا يديلك حوالي نصف الكاس على حسب درجه امتصاص الفرينه، يعني كل فرينه وكيفاش. هنا العجينه ما غاديش ديريها يابسه ولا ديريها طريه، يعني تكون مليحه، يعني ماهيش قاصحه بزاف وماهيش طريه بزاف. هنا تلميها فقط بلا ما تعجني العجينه تاعك. هذه العجينه كل ما ترتاح كل ما غادي تعطيك نتيجه ولا اروع. ولا درتيها لافي كذلك تخرج لك يعني رائعه. لافي ديريها تخرج لك ما شاء الله. هيا كما قلت لكم تلموها فقط العجينه، ماشي محتاجه باش تدلكوها. وها هي القوام تاع العجينه تاعنا كيفاش داير. ها هي راه كيفاش تلموها كما قلت لكم فقط، ماهيش محتاجه باش تعجنوها. هذه من الحلويات الجزائريه اللي عندها صدى ولا اروع، يعني يحبوها كاملين. اليوم ان شاء الله، يعني المره اللي فاتت درناها بآلة التوريق، هذه المره حبيت نديرها بلا آلة التوريق، يعني كاين اللي ما عندهمش هذوك الماشينات نديروها فقط كيما هاك. ودرناها كيما قلت لكم بالزبده تكون طريه ماهيش دايبه. الان تغلفي عليها بابي فيلم وتزيدي عليها منديل تاع المطبخ وتخليها ترتاح يعني من ساعتين فما فوق. يعني قلت كما قلت لك ماذا بيك يعني تخليها تبات، ديريها ليله من قبل وتخليها تبلعيها كيما هاك بلاستيك غذائي وتخليها حتى الغدوه. من هذاك انا درت هذه العمليه، ما خليتهاش باتت بطبيعه الحال، درتها حوالي خليتها 4 سوايع او 4 سوايع ونصف. يجي الشكل تاعها، يعني غادي تشوفوه شفتوها يعني في البدايه تاع الفيديو كيفاش تخرج لنا. تخرج ولا اروع. لازم تخليها كما قلت لك، تخليها بغيتي تخليها تبات، بغيتي تخليها من ساعتين فما فوق، من 4 سوايع 5 سوايع تعطيك النتيجه ما شاء الله. هذه هي. دوك نخليها انا هاد المرحله نديروها ونرجعوا ان شاء الله باش نكملوا الوصفه مع بعض.
ها هي لا بعد مرور حوالي 4 سوايع ونصف على العجينه تاعي. شوفوا كيفاش تصبح لنا. غادي دير لك واحد النقاط البيضاء هذيك معناتها باللي راهي دات الحق تاعها في الاختمار. كما تعرفوا ما فيهاش الخماره تاع الخبز، فيها فقط الخماره الكيميائيه حوالي 10 غرام فقط. الان تقسمي هاد العجينه تاعك كما شفتوا معايا الى قطع صغيره، وديريهم بهذا الشكل كويرات، وترجعيهم لا ريسيبيون تاعهم وتغطيهم بفيلم اليمونتير ولا بالمنديل تاع المطبخ، وتخليهم ثاني يرتاحوا لك حوالي 10 دقائق 15 دقيقه باش تسهل عليك العمليه تاع الحل تاعها. كما تعرفوا غادي نحلوها فقط بالحلال. هنا تجيبي الكره تاعك وتبداي تضيفي هنا في المايزينا. المايزينا هي اللي غادي تعطيها هذاك التوريق او ميم طون، تعطيها هذيك القرمشه. هنا تبداي تحلي فيها وتبداي تضيفي في المايزينا وتديريها بهذا الشكل كما راكم تشوفوا معايا، وتبداي تحلي فيها كما هاك. وتبداي يعني بشويه تبداي تضيفي في المايزينا تاعك وتبداي تطبقي في العجينه بهذا الشكل. ديري هذه العمليه حوالي مرتين لثلاثه. غادي شويه تتعبي ماهيش كيما الماشينه، ولكن غادي تعطيك نتيجه كذلك رائعه. هاي لا ممكن هنا ديري كما يقول لك عينك هي ميزانك، ولكن ممكن ديري كرتون، ولا كان عندك مول كاري، ولا كل واحد وش عنده في الكوزينه تاعه. هنا درت هذا الكرتون انايا 10 سنتيمتر على 9 سنتيمتر، وباش يجوك يعني الكامل الحبات كيف وتبداي تقسمي في العجينه تاعك. النوع الاول اللي غادي نديروه وهو على الشكل التقليدي يعني اللي نعرفه كاملين، تربينا عليه وشفنا والدينا يديروه. هذا الشكل يعني انا نبغيه بزاف مالغري هذوك الجدد، ولكن هذا القديم نبغيه. كما يقول لك الجديد حبه والقديم لا تفرط فيه. هنا تحلي هذوك القطع وديري حوالي 8. انا هنا راني دايره حوالي 8. تبداي تدخلي اسبوع باسبوع اسبوع باسبوع كما راكي تشوفي، 4 الفوق و4 التحت، وتجيبي ديك التحتانيه كما راكي تشوفي وتخرجيها. يعني ما غاديش تخرجيها كامل، غادي طلعيها فقط للفوق بهذا الشكل. هذه هي سهله، ما فيش اسهل منها هذه الطريقه فاني. الام تاعي الله يرحمها كانت ما شاء الله في القريبشه تخرج لها تهبل. هنا كما قلت لكم ديروا كما هاك نحلوهم، تدخلي صباع كما هاك، تدخلي وتخرجي تدخلي وتخرجي، تعطيك 4 من الفوق و4 من التحت. ممكن ديري 6 على حسب الحجم تاع الحبه تاعك. هنا تجيبي هذيك التحتانيه اللي في القنت وتطلعيها كيما هاك كما راكي تشوفي، وتخرجيها ما تخرجيهاش كامل. هنا فقط تخرجيها في النصف. النوع الثاني اللي غادي نديرهم مع بعض والطريقه كيفاش غادي نديرو على طريقه العجينه تاع الفيلو. غادي تجيبي 3 تاع الكرات، غادي تحليهم كيف وديري المايزينا وديري وحده فوق وحده، يعني غادي يعطيك واحد الفيتاج ما شاء الله. هنا كما راكم تشوفوا درت المايزينا وتبداي تحلي فيها هاد الكره تاعك. هنا لازم تحليها رقيقه لانه فيها طبقات. ها هي. وهنا تجيبي القطعه تاعك وتقطعي على شكل دائري. هنا غادي نديروها كما شغل ورده الرمال. هنا تبداي تحلي فيها حتى تكملي العجينه كامل تاعك. هنا ديري في كل وحده ديري حوالي 3 تاع دوائر. انا نقطعهم بطبيعه الحال ونحطهم في صيني ونخليهم حتى تبغي تقلي، يعني ديري الشكل اللي كي بغيتو.
اما بالنسبه للنوع الثاني وهو اللي راه شائع بزاف والناس تبغيه ويجي ساهل وكامل البنات تجيهم ساهل، وهو تاع السنبله هذا. هنا ديري الحجم اللي بغيتيه ديريه، وديري هذوك الخطوط ديريهم 12 او 13 اللي يعني على حساب الحجم تاع الحبه تاعك. هنا تحليهم، لازم تحليهم كامل بهذه الطريقه كيما هاك. ولازم تحلي هاد العجينه كذلك تحليها مليح باش ما تجيناش خضره من الداخل. هنا طبقيها على 2 وتزيدي طبقيها، يعني طبقيها على 4 مرات بهذه الطريقه كيما هاك، كيما راكي تشوفي معايا. يعني طريقه سهله هذه يعني التخبال تاع القريوشه كيش احنا نقولوا له. هنا شديري هنا في الاطراف تاعها تبداي تضغطي على هذاك الطرف الفوقاني، لانه هذيك راه تم عجينه باش ما تجيناش خضره تما كينات. وهنا وتقصيها بهذه الطريقه، يعني كيما السنبله احنا نقولوا لها كيما هاك. لازم تضغطي مليح باش ما طيبلكش، يعني لاخاطش في الوسط غادي تطيبلك فاسيلمون وفي الاطراف تقعد لك خضره. الان نعاودوا وحده مع بعض ونشوفوها كيفاش تخرج لنا. هنا تعاودي الطريقه نفسها، تحلي كيما قلت لك، تبداي تضيفي في المايزينا باش نشوفوا الطريقه مليح خصوصا للمبتدئات. هنا تبداي تحلي مليح هاد العجينه تاعك باش تعطينا نتحصلوا على نتيجه تكون رائعه. هذه الطريقة مهمة جدا، ماهيش راني كنت تشوفوا فيها تقولوا راهي تطول الفيديو، ولكن هذه طريقة مهمة جدا باش تنجح لك العمليات. لازم تدربيها طلوعه تهواد. هنا تقصيها كما راكي تشوفي بهذا الطابع تاعي الخاص. ايوا وهنا وديري الخطوط كما راكي تشوفي معايا. هنا درت حوالي 11 او 12. نعاودوا الطريقة تاع السنبلة مع بعض. هي مادامك ديري لها هذوك الخطوط تاع الوسط مادامها تجي مشبكه وتجي رائعه. هي اهم حاجه في هذه السنبله هي في الوسط كما قلت لكم الطيب يعني بالخف، ولكن في الاطراف هي اللي تحرزي روحك باش ما تقعدلكش خضره. لازم تضغطي مليح في هذوك الاطراف باش تجيك رقيقه. هنا تحليها كامل على بعض، تبلعيها على 2 وتعاودي تقفلي عليها على 2 وتختاري الوسط تاعها وتدخلي وتخرجيها بهذه الطريقه كما هاك، وتضغطي في الاطراف بهذا الشكل. هنا قلت لكم هي اللي هنايا دي فوا تقعد خضراء من الداخل. هنا هذه الطريقه ما غاديش تجيك خضراء، تضغطي عليها غادي تنقصي من هذيك العجينه بهذا الشكل بهذه الطريقه حتى تكملي. وهادو هنايا هادو لي شيت ديريهم وديريهم في بورصه باش ما يبسولكش. الان بديت انا نقلي، يعني كنت ندير ونقلي طون. هنا شوفوا كيفاش تطلع لنا هاد الكريوشه، يعني ما شاء الله. يعني لازم تحمي الزيت تاعك مليح يا ومن بعد تنقصي له شويه باش تطيب لك من الداخل. شوفوا كيفاش جاتنا تجي ولا اروع هاد الكريوشه. هذا النوع الاول اللي درناه مع بعض، هذا النوع التقليدي اللي كبرنا عليه وعرفناه. شوفوا كيفاش انتفخت لنا، جات ما شاء الله والله جات روعه، يعني كلش راه امامكم. ها ولا هنا بعد ما تحمر لك مليح يعني تقلعيها على حساب كل واحد وكيفاش يبغي يطيب القريوشه تاعه. كان اللي يبغي يحمرها مليح، كان اللي ما يبغيش يحمرها، كل واحد وكيفاش. شوفوا كيفاش دارت لنا هذوك المبابل. هذا النوع الثاني تاع السنبله اللي درناه كذلك. شوفوا كيفاش هنا تجيبي الفرشيطه وتبداي تحلي في هذوك ديريها في الوسط وتحركيها كيما هاك باش يطيبوا لك من الداخل. نزيدوا الحبه الثانيه ونعاودوا نفس الطريقه، ديري الفرشيطه تاعك في الوسط وتبداي تحلي فيهم كيما هاك.
شوفوا كيفاش جات، والفيتاج ميم لو فيتاج شوفوا كيفاش راه يبان لنا، يعني راهي تقلى مالغري تقلى، شوفوا كيفاش بان لنا راه يبان. يعني ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه وتنجحوا فيها. يعني صافي والده الزوج تاعي قالت لي شوفوا كيفاش جات، بعد نكمل لكم شوفوا هنا كيفاش جات رائعه. شوفوا الفيتاج تاعها جات ولا اروع. كما قلت لكم اول ما بدات القريوشه، يعني مانيش عارفه اذا كانت من قبل ولا لا، ولكن عجوزتي الله بيطول في عمرها، والده الزوج تاعي قالت لي اول ما بداو يعرفوا القريوشه كانوا يديروها على شكل تاع ودنين. اول ما ظهرت القريوشه ما كانوش يشبكوها كيما هاك، ولكن بالتدريج ولاو الطريقه تاعها هذه هي، خصوصا هذيك الطريقه التقليديه. كما قلت لكم هذه هي القريوشه تاع اليوم. هذا هو النوع الثاني الثالث عفوا. هنايا ديري تلصقي حبه مع حبه بياض البيض في الوسط، وهنا تضغطي عليها في الوسط، وديري الاصبع تاعك فقط من الفوق، يعني تاخدي الحيطه والحذر، وحرزي روحك تحرقي روحك. هنايا شوفوا كيفاش هنا تبدا تفخنا، وممكن ديري فرشيطه كما ممكن ديري النقاش تقبضي به كذلك. يعني ثلاثه هادو تنجمي تستعملي بهم هذا النوع الثالث هذا اللي شفناه مع بعض. شوفوا كيفاش تفخنا، والفيوتاج هنا دوك تشوفوها كيفاش تولي لنا يجي ولا اروع. هنا غادي نزيدو حبه مع بعض ونشوفوها كيفاش كذلك. شوفوا كيفاش الفيوتاج تاعها راكم تشوفوا فيه. انا تضغطوا يعني تبلعيها مليح، تضغطي مليح كما راكي تشوفي معايا، وتدخليها، ولكن تحرزي روحك يعني صباحتك ينحرقوا لك. كما قلت لك ممكن تدخلي فرشيطه وديري هذه الطريقه، وممكن تقبضيها فقط بالنقاش. يعني في ثلاثه غادي يخرجوا لك. شوفوا هنا الفيوتاج تاع هاد الحبه يعني جات ما شاء الله، والله جات روعه. دوك تشوفوها كيفاش خرجت لنا. شوفوا الله يبارك. وها هي لا القريوشه تاعنا في شكلها النهائي. شوفوا كيفاش تجي، يعني بعد ما تقليها كامل دفي لها شويه الحسل، يعني ما تكونش حامي بزاف، تدفيه لها وتعسليها عادي. هنا الانواع الربعه اللي درناهم، درنا ثلاثه فقط. هذا النوع الثالث درناه تاع السنبله كذلك، ولكن ما صورتوش، هو ثاني نوع من انواع تاع السنبله. وهذا النوع الثالث شوفوا تاع زهره الرمال. شوفوا كيفاش يجي ولا اروع، تجي له فيتاج تاعها يهبل. هذا النوع الاول تاعنا اللي درناه. انا بصراحه في كل هذه الانواع نبغي هذا الاول، يجي ما شاء الله. تحسي روحك راكي تاكلي في القريوش. هذه هي الوصفه تاع اليوم تاع القريوش تاعي من مطبخ ام رحاب. وصفه سهله بدون آلة التوريق، رائعه وتجي بنينه بالبزاف. طرق مختلفه باش تحصلي على كميه تكون مليحه. الوصفه تاع اليوم ان شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. ان شاء الله اللي مشتركش يشترك في القناه، وتدعموني بارطاجيو هذا الفيديو ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.